في ليلة هادية كان بدر قاعد على سطح البيت بيبص للنجوم وبيفكر، يا ريت أقدر أرجع يوم واحد بس أغير اللي حصل. فجأة شاف نور غريب نازل من فوق المبنى القديم اللي قصاده، نور أزرق مالي المكان كله. نزل سريع يشوف إيه ده، ولقى مصباح نحاسي قديم طالع منه دخان أزرق ناعم. أول ما لمسه سمع صوت بيقول: يا بدر، المصباح ده بيحقق أمنية واحدة بس، ترجع للحظة اللي تختارها. وقف بدر متحير، يرجع يصلح إيه؟ يوم خسر فيه لعبته ولا يوم زعل فيه حد بيحبه؟ بعد تفكير طويل قرر يرجع ليوم زعل فيه والدته، يمكن دي اللحظة اللي كان محتاج يصلحها بجد. رجع للماضي وشاف نفسه بيكلمها بعصبية وهي واقفة حزينة قدامه. قرب منها وقال بصوت هادي: ماما آسف. فجأة كل حاجة حواليه اختفت، المصباح لمع والوقت رجع للحاضر. بدر بص حواليه وابتسم بهدوء وهو بيقول: يمكن المصباح اختفى، بس اللحظة دي كانت أغلى أمنية في حياتي.